بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سلام صبايا، كيفكن؟ طمنوني عنكن، يا رب تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد ورابع يوم من أيام شهر رمضان، الشهر المبارك. الله يعيده علينا وعليكم على الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات. حبيت أشارك معكم هذا اليوم، كان في عندي عزيمة امبارحة، حبيت أشارك معكم العزيمة منه أول بدايته لنهايته. ويلا خلونا هيك نبلش الفيديو. ومثل ما لكم شايفين هون، أول شي كنت عم بعمل إن أنا بدي أساوي مندي، ورح نجيب كمان مشاوي، وفي عندي كمان رح يعني هيك شوية تشكيلة مقبلات وعش البلبل وهالقصص هاي. فأول شي حبيت أعمله قبل بيوم إنه أتبل الفروج وأتركه بالبراد لحتى يختمر ويتشرب نكهة التوابل كتير منيح. طبعا بالنسبة للتبلة حطيت كاسة زيت، وحطيت معلقة بصل بودرة، معلقة توم بودرة، معلقة زنجبيل، براس المعلقة هيك شوية ملون، وحطيت شوية بابريكا حمراء ورشة قرفة صغيرة. وعندي هون الفخاد بعظمهم، يعني جرحتهم وكنت نقعتهم قبل بوقت، يعني هلا هن مغسولات، أنا هدول بقيمهم مغسولين، كنت نقعتهم قبل بوقت بمي وخل وملح، تركتهم حوالي يعني ربع ساعة منقوعين، نص ساعة. بعدين رجعت صفيتهم وهون تبلتهم وغطيتهم وحطيتهم بقلب البراد. طبعا كتير مهم انه اذا بدنا نحط اكل يعني متبله، وخاصه الفروج بتعرفوا لانه دايما بيكون فيه بتوابله توم وبصل وهيك، فكتير مهم انه نغلفهم بكيس، يعني كيس محكم الاغلاق لحتى ما يعطوا ريحه بقلب البراد. اي والله، احكولي انتو، طمنوني عنكم، عن اخباركم، شلون ايامكم، عم تنعزموا، عم تعزموا، شلون اموركم، شلون الصيام معكم؟ هلا والله نحن هالسنة يعني، هلا نحن بالعادة أول يوم نعزم بنات حماي، تنتين بيجوا، وبنت حماي الكبيرة بتجي لوحدها لأنه أول يومين بتكون معزومة عند بيت حماها. بس بنات حماي الصغار يعني ما في عندهم هون بيت حما، فأول نهار بيكونوا عنا. وبالعادة يعني بيجينا عزايم ونروح ونجي، بس هالسنة حبقى بمنذر إنه نعمل نحن عزايمنا إنه ورا بعضهم، إنه واحد بيخلص عزايمه وبعدهم بعدهم بنبرك وبنستنى، يعني بنكون خلصنا عزايمنا وبنبرك. ايه، فوالله يعني كانت امبارحة عندي بنت حماي الكبيرة هي وزوجها. هون مثل ما شفتوا تبلت الفروج، ورح اساوي اكلة مندي، ورح نجيب مشاوي، وفي عندي يعني بدي كمان هذا يعني انه اعمل هيك تشكيلة مقبلات، كبة نية مع سلطة، ورح اروب لبن، وفي كمان عش البلبل، يعني من خير رب العالمين، الحمد لله على نعم الله. وهون خلصت ويعني طلعت لبرا وصار وقت اذان الفجر. وهلأ هون بلشت معكم بيوم العزيمة، هذا يعني يوم امبارحة. هلا لاحظتوا شغلة، انه دايما انا وقت بيكون عندي شغل بحب يكون شغلاتي قبل اذان الفجر. الولاد يعني بعد ما ياكلوا احيانا، والله بصراحة اغلب الاوقات يعني صار لهم يعني من اول رمضان لهلا تسحروا يوم واحد، فبيكونوا نايمين، بقوم بشربهم مي، وقبل ما أشرب المي بخلص شغلاتي، إذا عندي ضبضبة، إذا عندي شي بده تتبيل، عندي شغل تاني يوم بخلص شغلاتي. كتير بحب أشتغل بالليل، وخاصة إنه الأولاد يعني نوح وسما بيكونوا نايمين، لأنه يعني بركة الله نوح كتير يعني هالفترة كتير عم يعذبني، والله ما عم يهدى، وأنا طول النهار يعني شفته صيام وشغل وتصوير وهيك كتير عم بضوج منه، فبحب هيك إنه أخلص شغلاتي بالليل. هلا هون فوق تاني يوم عم بفيق كمان الصبح، الروتين شفته عم بيكون كتير عادي، يعني ما في شي، بفيق الصبح بنصلي الضحى، بقرأ شوي بالقرآن، بعدين إذا في عندي يعني حتى لو ما عندي شي عم بحاول أخترع أي شي لحتى أتسلى فيه. إيه ما في شي، يعني عم بحاول هيك إنه أسلي صيامي
وبصراحة أنا مالي كتير من الناس اللي بتبرك هيك إنه بتقعد وبتتفرج على الشاشة وبتحضر قنوات. لا لا أبدا، يعني وإذا صار حضرنا مثلا شي بالليل يعني ولحديت الآن والله يعني ولا شفنا أي شي ولا حضرنا أي برنامج ولا عم نتفرج على أي شي. يعني سبحان الله بيكون الوقت هيك كتير مختصر بالنسبة لبعد الأفطار. هون حطيت أول شي طالعت طرحية تمر، بدي أعمل اليوم مشروب تمر الهندي. أنا يعني بنقعه بمي سخنة وبعدين بشعل عليه بتركه يغلي نص ساعة لحتى يحلحل بشكل كتير منيح. نقعت التمر وكان عندي هون المطربانات ناقصين عبيتهم، يعني قلتلكن عم بحاول أعمل أي شي لحتى يعني أعبي وقتي وأتسلى. وبالنسبة لأكلي اليوم يعني شفتوا الأكل ما بده كتير شغل، المشاوي رح تكون جاهزة وعش البلبل يعني جاهز والكبة النية كمان جاهزة. ما في عندي شي أعمله غير إنه أطبخ المندي، وطبخ المندي يعني أنا مغمضة بطبخه، فوالله قلت كمان رح أعمل قرص معلوق. هلأ بالنسبة للمكونات رح أترك لكم إياها بصندوق الوصف، بس رح أقلكن على الطريقة. هي طريقة غير اللي بساويها، سويتها قبل الآن معكم. حطيت كاسة حليب دافية، 3 معالق سكر، معلقة خميرة، بياض بيضة، وبترك الصفار لدهن الوجه، ربع كاسة زيت، وحطيت ظرف فانيلا، معلقة محلب، معلقة شمرة، وعصرت نص ليمونة صغيرة يعني مقدار معلقة، أو إذا بتحبوا معلقة خل، وحطيت نقطتين صغار ماء الزهر. وبعدين بضيف لهم 3 كاسات وربع طحين أبيض منخول. شفتوا ليش بنخله؟ هلا أكيد شفتوا إنه وقت عم بنخله عم بطلع منه كتير هيك مدعبل بسبب الرطوبة، إجباري عندي بده هيك يكتل الطحين. بحط 3 كاسات، والنص كاسة اللي بتزيد بتركي على الزيت لحتى أضيفها شوي شوي بالتدريج، لأنه ممكن يعني إنه ما تلزمني أو ممكن تلزمني ويزيد فوقها شوي. وهون لبست الكف وبلشت أعجن. أكوس شي بعجينة المعلوق وأهم شي إنه أنتو تعجنوها كتير منيح، يعني أقل شي تعجنوها 10 دقايق، يعني بتساعد بالنفخ وبالهشاشة وبالطراوة. يعني أهم شي إنكم تعجنوا كتير منيح. هلأ هون بعد ما يعني عجنتها وشفت إنه بدها لسه طحين يعني مثل عادة، فوالله حطيت نص الكاسة يلي كنت تاركتها ورجعت حطيت فوق ربع كاسة، يعني تقريبا 4 كاسات إلا معلقة صغيرة أخذت معي طحين. وبالأخير برجع بحط معلقة زيت بلم فيها العجينة على بعضها. بدها تكون العجينة ناعمة وطرية وبنفس الوقت ما بدها تكون قاسية، يعني بتلاقوها هيك بتلزق بإيديكم وبتدبق، هيك رح تكون كتير كويسة. لأنه إذا مكنت عجينة العجينة معنا فبيطلع المعلوق قاسي وناشف. بعدين هون غلفتها بستريتش وحميت الميكروويف هيك حوالي 4-5 دقايق وحطيتها بقلبه. وهون بعد ما خلصت يعني تقريبا يعني شلون بدي أقولكن، قبل العصر كنت خالصة شغلاتي، ويعني قبل العصر بكتير يعني بعد الظهر. عندي هون البيضة، صفار البيضة حطيت فوقها شوية حليب وضفت لها نقطتين ماء الزهر كتير بيعطوا طعمة طيبة. وهلأ هون جيت لحتى أبلش أشتغل هيك الشغلات البسيطة. جبت المكسرات لحتى أقليهم، قليت الكاجو واللوز وبعدين قليت الزبيب، لأنه مثل ما بتعرفوا يعني المندي أطيب شي على وشه المكسرات والزبيب. هلا أنا بصراحة ما كنت أقتنع بفكرة إنه هيك يعني إنه شلون أكل وعلى وشه إنه شي حلو، بس عن جد لا تحكموا على الشغلة لحتى تذوقوها. يعني أطيب شي بنكهة المندي هو رشة الزبيب يلي موجودة معه. والله يجبر بخاطركم. هلا اليوم رح تستغربوا انه رح انزل فيديو بتوقيت جديد، لانه بصراحة عم بنزل المساء كتير المشاهدات قليلة كتير، يعني عم يكون مستوى العرض الفيديو، يعني تصوروا انا كنت انزل فيديوهات يعني يكون مثلا مستوى العرض 3/10 2/10 احيانا يصير 6/10، هلا 10/10، يعني 10/10 يعني انه اقل شي هو لازم يعني اعلى شي يكون 1/10. فكتير يعني هيك يعني بصراحة كتير يئست، يعني عم بتعب والله صدقوني، يعني التعب كله بالأيام العادية شي وبرمضان شي تاني، وما عاد أنزل بشكل يومي برمضان لأنه كتير عم بتعب وما في أي نتيجة. يعني كتير هذا الشي بيزعج وبيقهر، بس بقول لحالي يعني معلش خلاص كرمال الصبايا يلي عم تتابع، فالله يجبر بخاطركن. ما تنسوا كمان تحطوا لي لايك لهذا الفيديو، ربي يجبر بخاطركن ويسعدكن. وكمان أهلا وسهلا بكل صبية جديدة عم تنضم للقناة. وخليلي أقولكم كمان هيك يعني وقت بتكونوا عم بتحطوا اللايك بتلاقوا بيطلع لكم جنب التعليقات كلمة تشجيع، فيعني كمان اكبسوا على التشجيع، كمان هذا الشيء كتير بيفيد الفيديوهات. وإذا حبيتوا الفيديو وحبيتوا الوصفات يلي فيه بتمنى تشاركوه مع الناس يلي بتحبون، تعملوا له المشاركة، وبس تعطوكم مشاركة بتعملوا له نسخ رابط وبتشاركوا.
الله يجبر بخاطركم يا رب. هلأ هون بعد ما خلصت المكسرات وجهزتهم، بعد بشوي قمت قلت خليني أحط الفروجات بالفرن، يعني خلي يكونوا مستويين وما إنه أبرك وأستنى وقت اللي يقدم المغرب ويكون الأكل مو جاهز. حطيت تحتهم ورق زبدة لحتى ما يعلقوا. وبعدين هون جبت الرز غسلته ونقعته، حطيت له شوية ملح ونقعته. وكانت هون عندي الخميرة، يعني صار لها حوالي ساعة، اختمرت ونفشت وأخذت حدة يعني وصارت ممتازة. الله وكيلكم ريحة البيت ما بتعرفوا إيش عم تطلع. ريان كل شوي تقول لي ماما إيش هالريحة، ماما والله خنقتينا بهالروايح. يعني بتعرفوا عجينة المعروك لها يعني ريحة كتير مميزة، خاصة مع المحلب والشمرة كتير ريحتها طيبة. وتقلية الزبيب مع المكسرات والقرفة فعطت نكهة يعني ريحة حلويات كتير طيبة. هلا هون العجينة مثل ما لكم شايفينها ممتازة. هلا هي ممكن شوي تحسوها انه عم تلزق بايديكم، فانتم بتحطوا جنبكم رشة طحين صغيرة، بس هيك بروس اصابعكم بتحطوا فيهم طحين وبتقطعوا المعروك. هلا انا بصراحة ما حشيتهم شي لانه بدي احط على وشهم يعني انه صوص شوكولا وبدي ازينهم، فحبيت يكونوا فاضيين. بتحبوا تحطوا لهم جبنة، بتحبوا تحشوهم مثلا زبيب وعسل، بتحبوا تحشوا بقلبهم شوكولا أو بتحبوا تحشوا بقلبهم تمر، هذا الشي بيرجع يعني ذوق شخصي. أنا بالنسبة لي تركتهم صادة، يعني عملتهم هيك على شكل خلية النحل وقطعتهم وحطيتهم هن. هاي الكمية بتطلع صينية حوالي 18 قطعة. وأنا يعني بصراحة ما كترت. المعروك أطيب شي يكون تازة وكتير يعني بعد الإفطار أبدا ما عم ناكل هيك إنه بشكل يومي. وهون عندي التمر، طبعا بعد ما تركته منقوع حوالي 4 ساعات هيك عصرته كله بإيدي، حطيته بمصفي أول شي. شفتوا التمر بيطلع منه هيك حجر وبيطلع منه كتير رواسب، فعصرته كتير كتير منيح. وهو ليش يعني بينغلى؟ أول شي بيعطي هيك بيعقد كتير، بيعطي سماكة طيبة. وتاني شي إنه بيحلحل كل شي جواته، هو بيجي كتير بقلبه الحجرات تبعوته، وحباية التمر بيبقى فيه بقلبه بحص وعجو وهيك، فوقت يلي بينغلى هدول كلهم بيطلعوا. فصفيته كتير منيح، بعدين حطيته وشين بالمنخل وحطيت له سكر وحطيت له ماء الزهر. طبعا ماء الزهر كتير ضروري مع التمر. واهم شيء انه انتم ما تكتروا سكر، خاصة انه ما في يعني شفتوا واحد وقت بيكون صايم ما بيقدر انه يعطي هيك انه ايده تكون ميزان كتير منيح، فحطوا كمية وسط. وبعد الافطار اذا شفتوا انه لسه بده سكر ممكن تضيفوا له. وهلا بعد ما أمنت عليه وحطيته بقلب بالترمس، حطيته بقلب البراد وجيت بقى لحتى أبلش بطبختي. هون طبعا بنت حماي كانت اجت هي ولادها. والله عن جد امبارحة كتير انبسطنا والله، والله يعطيها العافية، يعني بعد الافطار ما خلتنا نجلي ولا صحن. يعني الله هيك يا رب يجبر بخاطرها ويعطيها العافية. يعني وقفت معنا بالمطبخ ساعدتنا أنا وريان كتير. هلا وقت اللي اجت يعني حرام كتير سألتني انه بايش اساعدكم، قلت لها والله ما في شيء، يعني شفتوا تحضير الاكل يعني المندي ما بده شيء، وانا كنت يعني قبل ما تجي قلت بجهز كل شغلاتي انه حتى واحد اذا هيك راضي يقعد شوي يعني نتسلى شوي مع بعضنا. فيعني الاكل كله كان جاهز، بس بعد الافطار يعني ساعدتنا هيك ضبت معنا المطبخ وجلت هي كل الجليات، الله يجبر بخاطرها يا رب. هون عندي حطيت شوية زيت وشوية سمنة، قليت بصلة وضفت المنكهات تبعوت المندي، عودين قرفة، مع هيك حوالي 7 قطع قرنفل، وحوالي كمان 7-8 قطع حب هال، وشوية فلفل أسود. وبعدين غسلت الرز وصفيته وقليته كمان معهم. بعدين ضفت فوقه مي سخنة وحطيت له مكعب مرقة دجاج ورشة ملح صغيرة وغطيت عليه. والله وعن جد يعني شوفوا لكم شغلة كتير انقبل. يعني هلأ في شغلات أحيانا ما بتنقبل كتير على الأكل. هلأ أمس الفريكة كمان كتير اتاكلت، يعني كتير انقبلت بالصيام، وخاصة مع لبن. أنا بحب الفريكة مع اللبن أكتر من الطبخ. يعني المندي كمان انقبل، والمشاوي يعني خاصة الكباب المشوية كتير اتاكلت. يعني في شغلات كتير عم تنقبل بالأكل. هلا هون عم بفرجيكم جبت صينية المعروك كنت مغطيتها برا، جيت بدي اشيل الغطا عنها قام بايدي هيك خفستها. فكتير بدكم تنتبهوا بعد ما ينفشوا وياخدوا حدهم، كتير بدكم تنتبهوا انه هيك ما تدقروهم. انا بصراحة يعني بالغلط عندي هدول اخر 3 قطع باينين عليكم هيك خفسوا معي شوي. عندي هون هاي صفار البيضة دهنت فيه الوجه، ويعني قلت لكم كتير تدهنوهم على مهلكم، وكتير بتكونوا دقيقين بدهنوا لحتى ما يخفصوا وتروح النفشة تبعيتهم. طبعا هون انا تركتهم حوالي ساعة لحتى ارتاحوا واخدوا حدهم. وبعدين يعني كان هون طبعا الفروج استوى بقلب الفرن، طالعت الفروج وحطيت المعروك بقلب الفرن درجة حرارة 250.
أول يعني 10 دقايق من تحت، وطبعا ما بتحطوهم على آخر طبقة، يعني على أول رف بتحطوا الشبك فوق الرف الأول بتحطوه، لأنه الفرن كتير حامي لحتى ما فورا يلتدعوا ويصير لونهم غامق. هون جيت آخر شي لحتى أفرم السلطة. هلأ مع المشاوي دايما بيجي سلطات، بس السلطة تبعية الشوي يعني ما بتتاكل. بأول شي ملا توابل، تاني شي بتحسوها معفسة تعفيس، وبيرشلها بيحط كمون بس بدون ملح وحمض. هلا هو طبعا ما بيحط ملح وحمض لحتى ما يعني هيك تدبل، بس يعني بصراحة ما بتتاكل. وبيجي مع المشاوي كمان اللهم صل على سيدنا محمد، بصل مفروم ومعه بقدونس، يعني مثل البيواز بس بدون بندورة. فأنا حبيت أعمل يعني صحن سلطة هيك خشنة، بتطلع كتير طيبة، وبصراحة كتير بتقبل بالأكل. يعني نحن كل يوم مع الأكل عم نعمل صحن سلطة أو فتوش كتير عم يطلع طيب. حطيت هون بندورة وخيار وبقدونس ولخنة أحمر ولخنة أبيض، وبعدين حطيت هيك كم ورقة خسة جهزتهم وفرمتهم. هون طبعا كان أبو منزل انصرف من الشغل وراح لعند، يعني راح على المطعم لحتى يجيب الأكل من عنده. جاب لي المشاوي، والله يعني جابهم تقريبا مو انه سخنين يعني دافيين دفاوة، فرجعت انا سخنتهم. هلا الميكروويف على فكرة بالبيت كتير كويس، خاصة لهيك شغلات، انه وقت واحد مثلا في كتير اكلات ما بتقدروا مثلا تسخنوهم على الغاز، او مثلا اذا مطبقة صحن افريكي وعلى وشه فروج وهالقصص لحتى ما اخرب شكله، فكتير بينفع الميكروويف بهالقص يعني بهيك شغلات. انا برمضان بصراحة كتير بستخدمه. اي والله يا صبايا، احكولي بقى، يعني قولولي انتو، اكتبولي بالتعليقات يعني ان عزمتوا او عزمتوا حدا، ايش طبختوا، شلون الجو عندكم. والله نحن بصراحة هاي الفترة يعني من هلا هداك الاسبوع اول رمضان كان الجو كتير حلو، بس هلا صار لنا يومين ثلاثة يعني كتير عم بيكون برد، فالله يرحمنا يا رب. هلا يوم الحمد لله رب العالمين يعني شوية جو احسن وادفى، فإن شاء الله هيك الله هيك يبعد عننا وعنكم البرد، لأنه عن جد صدقوني البرد والله العظيم يعني عم ينخر عظمنا. المهم هون يعني وصلت يعني قبل المغرب بشوي، وجيت لكم بدي اسكب المنطقة، يعني ايش قلت يلا امسكيه واسكبيه، مسكت لكم الطنجرة بدي اسكب ولا انكب معي. الحمد لله رب العالمين. وهي هيك سفرتنا صارت جاهزة واكلاتنا صاروا جاهزين. اختصرت شوي انا عم بطبق الاكل لاني بصراحة كتير نعبطت وخفت يقدم المغرب وما نكون جاهزين. اعطوني رأيكم بهالطاولة وبهالترتيبة، وان شاء الله الف صحة وهنا على قلبهم وميت اهلا وسهلا. فرحة قلبي وقت بيكون عندي ضيوف هيك بتوجه وبساوي سفرة وبتطلع كويسة الحمد لله رب العالمين. وهون بعد ما خلصنا وبنت حماي الله يعطيها ألف عافية يا رب جلت الجليات وطبقنا المطبخ أنا وريان، هيك لمينا الأكل كلياته. هون جبت المعروق وقلت لحتى بقى أزينه، حطيت على وشه صوص شوكولا، وحطيت عليه كمان نسلة حليب مكثف. هلا امس في صبية كانت عم تسألني قالت لي انه انا عندي وما عم بعرف ليش استخدمه. هلا هو اكتر شي بيستخدم للزينة، في ناس بيستخدموه بالوصفات، بس أنا بصراحة ما بحب أكذب يعني مالي مجربته لأي وصفة. أنا إذا لاحظتوا كتير قليلين الوصفات الحلوة يلي بساويهم، لأنه أكلات بناكلها أكلات معينة. هذا هو سويت ماستر نوعيته كتير طيبة بصراحة، بس أنا يعني صدق لكم معدتي ما كتير تتقبله لأنه كتير هيك تقيل، والناس اللي ما بتحب الحليب بتحس انه ريحة الحليب ما طيبة. فانا يعني ما انه ما طيب لا، بس كتير تقيل ودسم على المعدة، وهو فعلا كتير دسم لانه هو عبارة عن حليب بودرة بضيفوا معه مي وبيحطوا له سكر بودرة ويعني بيغلوه، وبقى ما بعرف شلون بيطبخوه وشلون بيقطروه وشلون بيسمكوه. المهم بس طلع طيب مع المعروك، وخاصة قلت لكم للناس اللي بتحب نكهة القشطة ونكهة الحليب وإن هيك طعمة الدسم بقلب الأكل. بعدين زينت الوش بشوية فستق مبروش، صار عن جد شكله كتير طيب، وحتى طعمة المعروك كتير كتير طيبة. وهون هيك رتبنا طاولة صغيرة كمان، زوج بنت حماي اجا جايب معه حلاوة الجبن، وهي هون هيك الطاولة صارت جاهزة والحمد لله دائما وأبدا. ولهون هيك بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا معي واستفدتوا، بكون خفيفة على قلوبكم. ما تنسوا لي لايك، ربي يجبر بخاطركم. بحبكم كتير كتير، ضلوا بأمان ضلوا بخير، الله معكم حبايبي، سلامات.